صباح الخير عمي. وحدي؟ ايه وحدي. فوتي بسرعة. تقبري قلبي، تعي يا عمري تعي. ما بدك تسلمي على أمي؟ ما بدي اياها. حبيب ما بدي اياكي، ليش جيتي؟ حبيب تقبري قلبي يا عمي، مشتقت لك كثير يا قلبي، مشتقت لك كثير. ليش ما جيتي من الاول؟ والله كنت خايفة عليك يا عمي. فوتوا فوتوا بنحكي جوا، يلا يلا. تقبري قلبي. عمي خلص ما عاد اقدر اعيش بلاها، بدي اخذها معي. أنور بعتك؟ ايه قال بده اياها، وقال انه ندمان عن كل شيء عمله معها، وندمان لانه قلعها كمان، ورح يعوضها عن كل الايام الماضيه. وعرف إنها هون؟ لا أنور كذاب، لا بيحب عبير ولا بده إياها. هو بيتمه قال هالحكي، قال لي اذا لقيتيها رجعيها. عبير تركينا شوي جدو لحالنا. عمي الله يخليه خليها معنا. مثل ما قلت لك جدو. عي بس عامل كم فطور جدا. أنور ما بيحب عبير ولا بده إياها. عمي هذا الحكي مزبوط كان زمان، بس هلا صدقني انور تغير. لك أنور ما بيتغير. أنور بده عبير مشان الأرض. شو دخل الارض يا عمي؟ ما قال لك؟ شو بده يقول لي؟ لك بزماني وعدتك انت وجابر سجلكم الارض باسمكم، وعبير بنتك وبنت جابر. ايه مشان هيك سجلت الارض باسمها. عن جد عمي؟ الله يخلي لنا اياك وديمك فوق راسنا ايدك لبوسك. هي استوفت بوعدك. بس انور مو هيك بده. انور بده يضغط عليكي وعليها مشان ياخذ منكم الارض ويبيعها. لا لا عمي، لا يكن لك فكرة، الأرض هي ضمانة لبنتي ولمستقبل بنتي، أنا لا يمكن أسمح لأي إنسان يفرط فيها. مشان هيك ما بيصير يشوف عبير ولا يعرف وينها. إيه مزبوط، بس عمي معقولة بنتي تضل بعيدة عني طول العمر؟ مو هيك كان بدك من الاول؟ قلت لحالي فترة وبتنتهي. انا بطلت اشتغل، رح اكفي عمري انا وهالبنت وانا مسؤول عنها. رح باخذ لها بيت بالشام وبحطها بالمدرسة. طيب عبير، بتقدر تعيش بعيدة عني؟ سأليها. عمي إذا قالت إيه برضى برجع معك، بدي آخذها. عبير يا عبير. نعم جدا. ماما تقولي نضب أغراضك بدنا نرجع على البيت. ما بدي ضل عند جدي. وأنا ماما؟ انت عندك اولادك، جدي ما عنده حدا وبدي ضل عنده.